يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. الكل يقول نفسي نفسي نفسي، فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى سيد ولد آدم، اذهبوا إلى سيد الأولين والآخرين. فيأتون محمدا فأقول أنا لها، فأقول أنا لها، فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، ما تخلى عنا الحبيب، ما تخلى عنا الحبيب مع شدة الأهوال وتغير الأحوال. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع الحبيب ويأمر الجبار بالحساب. إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة. الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى أين المصير. تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. كيف وقد قادتك الزبانية من بين الصفوف، لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ينادي الجبار يا آدم، يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. تخيل إذا نودي باسمك وقيل فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله، فقادتك الزبانية بين الصفوف. قال ابن عمر رضي الله عنه يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، ثم يقدره بذنوبه. يقول فلان أتذكر يوم كذا وكذا، أتذكر يوم كذا وكذا. أما من تاب وآمن، أما من لقي الله بقلب منيب، أما من لقي الله خائفا خاشعا، فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين